آه، انا مش حابب اتكلم فني على حد بصراحه. يعني انا مش حابب اتكلم فني على حد، بس لو هنتكلم فني مع الاهلي والزمالك، معلش، يعني انا هقول الاهلي مشكله فنيه بتاعت المدرب فخلاص تمام ماشي ومشي. الزمالك عنده مشكله مش فنيه، عنده مشكله نفسيه. اللعيبه منافسنا، ده اللي انا شايفه. اللعيبه عايزه تعمل كل اللي هو ايه، يجيب جون باي طريقه باي شكل جمالي قوي علشان يبقى شفت انا جامد. يا جماعه هي مش كده، هي مش عافيه والله العظيم، وربنا ما عافيه. يعني هي مش عافيه، انتوا بتلعبوا عافيه، فربنا معاكم. يعني انتوا بجد ربنا معاكم بتوع الزمالك بالذات. امبارح انا شفت كميه اخطاء في الملعب لا تعد ولا تحصى. انا اول مره، يعني معلش هقول ان الاهلي ان المدرب كان او البوسطجي كان بيلعب حنكش معانا وجايب ده شمال وده يمينه وايه، وشقلب وقلب وهو مش فاهم حاجه فتمام. انما المفروض فيريرا ده هو فاهم، والمفروض طبعا ان جون ادوارد جايب الرجاله دي فهو برضه مفهمه ده بيلعب هنا وده بيلعب هنا. بس اللي انا شايفه من الزمالكاويه اللعيبه نفسنا، عايز اجيب جون عشان ابقى باين. انا اجيب جون ناصر ماهر امبارح مرقص اتنين فضل واقف، ها يلا قوم بقى يلا، فقام وحطها في رجلهم. صعب قوي قوي قوي. اعيدوا تاني ترتيب البيت من اول وجديد، ربنا يكون في عونكم يعني، وده بجد ده بجد. آه، انا مش فاهمها، مش فاهم. انا لا حابب بقى اتكلم في ادارات هنا او هنا، ولا حابب ان انا اخش في كلام كتير هنا او هنا. نكتفي بهذا القدر. ان لو دخلنا في الادارات بصراحه، الناس دي لازم تتحاسب، سواء اداره الاهلي او اداره الزمالك، على اللي هم بيعملوه في الناس، مش في حاجه تانية. السلام عليكم.